الاولمبي. ادي طبعا مجموعه من مشجعي نادي الزمالك النهارده، طبعا المفروض النهارده مباراه بدون جمهور، لكن يعني اماميه نادي الزمالك. والنفاسه حازم امام بينطلق من ناحيه اليمين، عرضيه ارضيه، استلام من باسم مرسي، استلام حلو قوي والتمويه احلى، وهوبا يا سلام يا سلام، هو ده الكلام، 100 فرحت الزملكاويه. يا سلام عليك يا باسم، استلام ايه، تمويه ايه، ودى الراجل في حته، سافر ورجع من السفر بدري وسدد بشماله وسجل على يسار عصام الحضري. هدف مبكر جدا. الغريبه في نفس الدقيقه اللي سجل فيها النادي الاهلي بيسجل باسم مرسي في الدقيقه السابعه هدف اول لنادي الزمالك. نشوف القصه من اولها، النفاسه بدايتها، ادي الاستلام من غير ما يستلم عملها العرضيه، وادي استلام حلو قوي من باسم. شوف التمويه ودى الراجل فين وسدد تسديده حلوه جدا، موه على محمد البعلي، شوف نوه شمال وغير اتجاهه بشماله وسدد تسديده حلوه جدا يتفاعل معها كل المستشارين اللي موجودين النهارده وكل اعضاء الجميع. ولكن نادي الزمالك قد يفوز بدرع الدوري ب4 نقاط فقط لو فاز على النادي الاهلي. ومباراه اخرى عرضيه داخل منطقه الجزاء في منتهى الخطوره، هوبا الثاني خلاص احمد توفيق بيسجل الهدف الثاني لنادي الزمالك. الزملكاويه فايقين جدا، الزملكاويه صاحيين جدا النهارده. نادي الزمالك النهارده ليله اما ليله يا سلام. طبعا طارق يحيى زي ما حضراتكم شايفين استغرب جدا، زعلان جدا، ابن نادي الزمالك ولكن هو المدير الفني لنادي الاسماعيلي، وعشان كده لازم يكون زعلان لان المسؤول منه النهارده هو نادي الاسماعيلي، ونادي الاسماعيلي النهارده فيه ثغره كبيره جدا في هذا اللقاء. شوف العرضيه الحلوه، وادي الانطلاقه، وادي العرضيه على حدود منطقه الجزاء، والسنده الاحلى، واحمد توفيق بيسدد، ادي معروف، وادي العرضيه، وادي الهدف لنادي الزمالك. هدف اول لاحمد توفيق، هدف ثاني لنادي الزمالك.